What the fuck was that? Better bomb, better. Yeah. Hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss 'em. Bang. I ain't really here to take no pictures. طيب بعد ما انت دخلت عليها برقمك وشغلت النسخه ومفيش اي مشكله فيها قابلتك، ركز معايا هتعمل ايه كويس قوي، علشان انا بقول لك هتضطر تمسح النسخه وهتتضايق منها وتقول النسخه مش شغاله. انت لو دخلت مثلا على الشات ده وكتبت حاجه الكلام مش باين، وحتى النسخه تلاقي مقطوع عنها النت المربع، مش اللي هي علامه الصح مبعوثه. طيب ركز معايا انت تعمل ايه عشان تشغلها طبيعي. هتدوس على الثلاث نقط، ده انت اول ما تشغل النسخه تعمل الكلام ده هتدوس على الثلاث نقط والاعدادات واعدادات نسخه ايفل، اعدادات اخرى. هتنزل تحت خالص هتلاقي حاجات متفعله، هتشيل التفعيل من عليهم. بعد ما شلت التفعيل هترجع زي ما انت شايف اشتغلت معاك عادي جدا. تمام، تعالى بقى افرجك على مميزاتها. كده كانت شفت التست بتاع الفيروس، فمش هفرجك على الفيروس تاني. تمام، الاعدادات، اعدادات نسخه ايفل. عندك هنا الخصوصيه اللي هي اخفاء اخر ظهور ومنع التحويل وكده، الخصوصيه العامه، اخفاء اخر ظهور واخفاء اعاده توجيه واخفاء مشاهده الاستوري ومنع حذف الرساله ومنع حذف الاستوري. وهنا خصوصيه جهات اتصال، اخفاء التذكرتين الزرقاء واظهار التذكرتين الزرقاء بعد الرد، واخفاء علامه الريك الزرقاء اللي هو ما يبانش اللي قدامك انك سمعت الريك بتاعه، اخفاء الكتابه والتسجيل لو انت بتكتب في روم. تمام، الكلام ده في الشتات والكلام ده في الرومات والكلام ده في البي سي، نفس الكلام برده في الرومات. اخفاء التذكرتين الزرقاء واخفاء علامه الريك الزرقاء واخفاء الكتابه والتسجيل، نفس الكلام في البي سي. تمام، اخفاء التذكرتين الزرقاء واخفاء علامه الريك الزرقاء. وخصوصيه المكالمات عشان لو مش عايز حد يرن عليك. تمام، نخش على اللي بعده، خصوصيه الستوري. عندك هنا لو انت عايز تعلي الجوده بتاعت الصور وانت بتنزلها ستوري 2 ميجا لحد عندك 4 ميجا، وهنا تحميل فيديو على الستوري لمده 10 دقائق، علشان لو انت مثلا بتحمل فيديو طويل على الستوري الطبيعي بيكون 30 ثانيه، لا انت دلوقتي ممكن تحمله لمده 10 دقائق. خصوصيه عامه عام، قفل واتساب، انت لو عايز تقفله بباسورد عشان ما حدش يلعب فيه وانت نايم. كلمه المرور، يعني لو انت عملته باسورد الباسورد التلقائي 4 اصفار انت ممكن تغيره عادي. تمام، وتغيير شكل الخط، تغير شكل الخط براحتك. هنا الشاشه الرئيسيه، تحرك شتات، عندك هنا تحرك شتات، وهنا اظهار اسمي في الواجهه. هوريك دلوقتي ايه هو اظهار اسمك في الواجهه. الاسم ده بدل اللي هو نسخه ايفل اللي هي الرومات، لا ممكن تكتب اسمك هنا، الاسم اللي انت بتكتبه وانت داخل على النسخه. الشاشه الرئيسيه، وهنا تثبيت اكتر من 3 شتات، الطبيعي انت بتثبت 3 شتات، لو انت فعلته هتثبت اكتر من 3 شتات. شاشه الدردشه، اقرا مع نفسك انت. شاشه الحاله اللي هي في الستوري. اللي بعده اعدادات اخرى، مهم قوي خدوا بالكم الجزء ده، تنظيف ملفات، تنظيف ملفات بشكل تاني. هتسالني طب انت حاطط 2 ليه؟ هقول لك ليه حاطط 2. ده للاندرويد 10 وده للاندرويد 11. في اجهزه ما ينفعش تعمل فيها تنظيف ملفات، لو هي اندرويد 10 هتستخدم دي، لو اندرويد 11 هتستخدم دي. وعندك هنا نسخ واحتياطي واستعاده عشان لو عايز تركب ملف بسرعه. تعالى اوريك الباك اب بيكون عامل ازاي، اوريك الملف بتاعه عشان لو حبيت تركب ملف بسرعه. ذاكره الهاتف، هتنزل تحت ظهر لك ملف اسمه واتساب اند جروب، هو ده اللي احنا لسه عاملين له نسخ احتياطي. ايفل باك اب داتابيزز، هتقوم ماسح كل اللي فيه وتقوم مركب ملف السرعه كالعاده زي ما شرحت لك في ملف السرعه فيرجن 4. تمام، وهنا زياده عدد البي سي، العدد البي سي الطبيعي بيكون 265، ده ممكن يخليه لك اكتر من 500. وضع الطيران عشان لو عايز تقطع النت على النسخه، وهنا متصل دائما هيبان لاي حد حتى لو قفلت انك متصل. وهنا لعبه سابوي اوريك بتشغلها ازاي، وهتدوس على اللي تحت دي سيبه يحمل، هتدوس على دي سيبه يحمل، ما تدوسش على اي حاجه، استنى لما العد ده يخلص. بعد ما العد خلص استنى برضو لما العد ده برضو يخلص، هتقوم دايس سكيب.
اللعبه اشتغلت معاك عادي اهو. اللعبه اشتغلت اهو عادي. من لعبه سبوي جينا لاهم حاجه في النسخه اللي هي خصوصيه الفيروس. تمام، اهم حاجه في النسخه اصلا، لان النسخه اصلا بتتكلم عنه فعلوا الانهاء الرومات. طب احنا مش مفعلين الزرار دلوقتي، تمام، ما فعلناهوش. هنرجع نجرب انهاء الرومات. هو منشئ لانه منشئ المجموعه، تمام، وهي نسخه طرد المنشئ اصلا. الخروج من المجموعه خروج، ما فعلناش الزرار. الروم بان ان انت غادرته، لكن هو ممكن يضيف ناس تاني، ممكن يشغل الروم عادي تاني، تمام. لو انت دخلت فعلت الزرار اعدادات اخرى، فعلوا الانهاء الرومات. بعد ما فعلنا الزرار هو هنا برضو منشئ الخروج من المجموعه. بعد ما فعلنا الزرار تم انهاء هذه المجموعه. بيبان عنده برضو نفس اللي انت شايفه ده، تم انهاء هذه المجموعه. حتى لو في مثلا 200 واحد، ال 200 خرجوا من الروم، خلاص الروم انتهت قفل، تمام. وانا مجرب النسخه في الرومات دي كلها زي ما انت شايف اهو. نخش على اللي بعده. فعلا النسخه مش تقرا جهات اتصال. لو فعلت من النسخه مش تقرا كونكتات اصلا، لكن لو ما فعلتوش النسخه تقرا كونكتات وتسجلها عادي. فعلوا عشان ما تهنكش فيروس الكتالوج، فعلوا عشان ما تهنكش فيروس الفيديو، فعلوا عشان ما تهنكش فيروس ويب، وما تهنكش فيروس ضغط، ما تهنكش فيروس اللينكات، وما تهنكش فيروس مستندات. فعلوا عشان ما تهنكش فيروس ارقام، وفيروس اللينك الجديد برضو اللي هو الاد. فعلوا عشان النسخه ترمي بسرعه. وهنا تفعلوا هيخفي الريبلاي عشان لو في فيروس جديد ريبلاي نزل. فعلوا اكنك شغال بويب علشان لو في واحد بيرمي عليك بكميه وانت اصلا النت عندك خرا. فعلوا القطع النت عن النسخه زي ما انت شفت، اصلا النسخه مش تستلم رسائل ولا تبعت رسائل ولا اي حاجه زي ما انت شفت في الاول. فعلوا للتفعيل التذكر في الكيب، لو انت كتبت كلمه مثلا ورميتها من الكيب هتفضل تترمي مش هتتغير. فعلوا الاخفاء الكلام زي ما انت شفت برضو في اول الفيديو. فعلوا عشان تفعل وضع الدفاع، سيبك منه. فعلوا عشان ما تهنكش بوت باج. ده يا جدعان فيروس جديد نزل، بس انتوا مش تعرفوه لان هو اصلا ما نزلش، مش مع واحد مصري ومع اجنبي. فعلوا الاخفاء التذكرتين اللي هو وقت التذكرتين، ما علينا. وهنا ايفل بيحبك. لو دخلت على اي حاجه من دول يدخلك على لينك قناتي. تعال نجرب. حاول لتحميل واتساب الاعمال الرسمي اللي هو من متجر بلاي. برضو نسخه انهاء الرومات دي واتساب اعمال عشان ما تهنكش ضغط، بس جنب المتجر. يعني ممكن تنزل جنب اي نسخه، مش هتقول لك التطبيق لسه مثبتا ولا اي حاجه. لو نسخه انت نزلتها وقال لك التطبيق لسه مثبتا، اعرف ان في عيب في المساحه عندك، فضي مساحه. سجل التغير اللي هو التشينج لوج. وهنا كريدت. وهنا لو دوست على قناه يوتيوب ايفل هيدخلك على لينك قناتي. بس كده وريتك كده الاعدادات بتاعتها، وده الاباوت بتاعها. بس كده قلبي دي تكون نسخه انهاء الرومات. زي ما انت شايف كده النسخه عظمه، وكونفرزيشن شكله جامد، ولعبه سابوي وتحرك شتات، فيها مميزات كتير، وفيها عداد سرعه عشان اللي بيحفلوا السرعه، وما بتهنكش ضغط، وما بتهنكش من اي فيروس ولا من اي كونكتات. يلا قلبي اشوفك في فيديو جديد. يلا سلام.